سلام عليكم. ايه رأيكم نخرج بره حكايات المشاهير والفنانين ونحكي النهاردة عن أشهر الجرائم اللي حصلت في التسعينات. صلى على النبي وكل مننا بيصلي عليه. ويلا نبتدي الحكاية. بطل حدوتتنا النهاردة اسمه أحمد حلمي، بس مش أحمد حلمي الممثل، لا، أحمد حلمي سفاح التسعينات المشهور. أحمد حلمي هو سفاح المهندسين الأشهر، أو أشهر جريمة حصلت في التسعينات، اللي أكل الموز والشوكولاتة جنب الجثث اللي موتهم بكل برود. طبعا احنا عارفين ان غالبية المجرمين بيكونوا خارجين من حتة شعبية، او عندهم سجل اجرامي، او كانوا محبوسين قبل كده. لكن النهاردة بطل حكايتنا ابن اكابر، ابو غني مؤصل، وهو كمان درس في مدارس اللغات وخريج الجامعة. مش بس كده، ده أحمد كمان كان بطل فروسية. أبوه كان مقاول كبير وحب يستثمر في ابنه وعلمه أحسن تعليم وأحسن الرياضات، وكان متدلع قوي. أحمد ما كانش ناقصه أي حاجة تخليه يكون مجرم، لكن ناقصه أهم حاجة، كان ناقصه الحب والتقدير. لأن باباه برغم كل الإمكانيات اللي وفرها لأحمد لكنه كان شخص صعب الميراث، وكان قاسي وغير حنون بالمرة، وكان دايما يسيء معاملة أحمد ويفضل أخوه عليه. دي بقى القشة اللي بيقولوا عليها اللي قطمت ظهر البعير. طبعا أحمد زيه زي بقية الشباب أكيد بيعمل غلطات، مش ملاك يعني. وكل مرة يعمل فيها غلطة أبوه كان بيحرمه من حاجة كبيرة من الحاجات اللي بيحبها. يعني مرة سحب الحصان بتاعه ومنعه تماما إنه يركب خيل، ومرة تانية خد الموتوسيكل بتاعه وباعه وحرمه إن يكون عنده موتوسيكل أو يمارس ركوب الموتوسيكلات مرة تانية. عشان كده أحمد قرر مش بس ينتقم من أبوه، لأ، ينتقم من كل الأغنياء المستبدين المسيطرين اللي زي والده. أحمد في البداية قرر يسرق شقق المشاهير، ومن أشهر سرقاته كانت شقة الفنانة الراحلة مها صبري. أحمد كان بيسرق مش عشان هو محتاج، لأ، عشان يثبت لهم ويثبت لنفسه إن هو أذكى منهم. وبعد ما يخلص سرقته ولا من شاف ولا من دري، كان يمشي في الشارع بكل ألاطة عشان يثبت لنفسه إن أنا سرقت أهو ومحدش قدر يوصل لي، يعني أنا أذكى منكم. سنة 1991 أحمد حب يعلي الدوز زي ما بيقولوا، فقرر يسرق شقة جواهرجي في المهندسين مشهور كان اسمه رأفت. دخل أحمد شقة الجواهرجي لكن اتفاجئ بوجوده، فقتله من غير ما يرفله رمش زي ما بيقولوا. المصيبة بقى إن زوجته كمان شافته، فما ترددش إنه يقتلها هي كمان. خرجت الشغالة من جوه تصوت، راح أحمد قتلها هي كمان. يعني قتل 3 من غير ما يرفلوا رمش. مش بس كده، ده راح فتح التلاجة، لقى موز ولقى شوكولاتة في المطبخ، فجابهم وقعد ياكلهم جنب الجثث بكل دم بارد، ولا أكنه عمل أي حاجة. مش بس كده، ده أحمد فتح التلفزيون وقعد يتفرج عليه والتلات جثث جنب منه، وبعد كده خد بعضه ومشي. هنحكي بقى عن قضية أو مرحلة الهروب الكبير. أحمد دوخ الشرطة حرفيا، راح لدكتور تجميل شهير وطلب منه إنه يصغر مناخيره ويلعب في الفك بتاعه وشوية تفاصيل ورتوش كده عشان تغير من شكله. وفعلا شكله اتغير، لكن في حاجة أحمد ما عملش حسابها، إن في بصمة اتثابت منه على إزازة المية اللي شرب منها من التلاجة. البصمة دي فضل البوليس يدور عليها لغاية ما أحمد اتكعبل ووقع. أحمد لما اتقبض عليه كان واقف بيضحك بكل برود أعصاب. مش بس كده، ده كان عمال يشاور للصحفيين وكأنه نجم سينما. ولما سألوه في الاستجواب قال أنا ما عملتلهمش حاجة، هم اللي استفزوني فاضطروني إني أقتلهم، لكن أنا
ما كانش أبدا في نيتي إن أنا ممكن أخلص عليهم، الموضوع جه بالصدفة البحتة. سنة 1994 تم الحكم على أحمد بالإعدام، وفعلا اتنفذ فيه الحكم، وأصبح أحمد من أشهر السفاحين اللي كانوا موجودين في التسعينات، وترك وراه لغز كبير جدا على كمية الشر اللي كانت مدفونة جواه، والعقدة اللي اتكونت من الأب، وإن هو قرر ينتقم من كل واحد شايفه غني أو مستبد عشان يقتل صورة الأب اللي عذبته جوه منه. قصة أحمد كمان بتعلمنا إن الوحش أو البلطجي أو الشرير مش لازم يكون في الصورة النمطية اللي إحنا عارفينها، ده ممكن يكون شاب وسيم ومنمق ومتعلم، لأن إحنا ما بنشوفش الإنسان من جوه، إحنا دايما بنشوف الإنسان من بره، أما النوايا فما يعلمش بيها إلا ربنا. دي كانت حكايتنا النهاردة، وأنا أختكم همسة، ودي قناتي، من فضلكم ادعموني باللايك والاشتراك في القناة. شكرا جزيلا.